كل الزملكاويه تقريبا او معظم الزملكاويه عارفينه من خلال كان صحفي الاول خالص، وبعد كده هو انتقل من الصحافه وامتهن او احترف التصوير الفوتوغرافي. النهارده اشرف بن شرقي بيودعه، وكانت حاله من يعني البكاء الشديد جدا ما بين اشرف وما بين محمد عبد التواب، اللي بتربطه الحقيقه علاقات صداقه وطيده جدا 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 ما بينه وما بين مجموعه كبيره قوي من نجوم نادي الزمالك على مدار التاريخ ككل. طيب نقول له مساء الفل عليك يا توبه. مساء الفل يا باشا. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تامر، مساء الفل يا تامر. معلش انا في الشارع راجع من الماتش. ازيك يا كابتن تامر؟ ولا يهمك. ايه اللي مأخرك في الماتش لغايه دلوقتي يا محمد؟ والله يعني برضه كنت حريص ان انا الكاميرا بتصطاد بيها عند الاوضه اودع الحبايب بقى. ما انت عارفنا زملكاويه عاملين ازاي. صورة بكائك يا استاذ محمد عبد التواب، صورة بكائك مع اشرف بن شرقي قلبت السوشيال ميديا. لا والله ما اعرفش حاجه والله. الناس انا بعرفك اهو. ايه بقى حكايتك؟ لا ما فيش حكايه. هو الراجل واقف في الملعب كان بيتكلم تقريبا مع كابتن احمد عبد المقصود. وانا خدت خطوتين كده سلمت عليه، وكانت النيه ان انا اتصور معاه، يعني مجرد ان انا اتصور معاه. لقيته بيبص لي بصه غريبه قوي يعني. قال لي انا عارف انك زعلان. قلت له انت ماشي؟ قال له ماشي. مفيش اي امل. قال لي يعني ما معناه الحمد لله وكده. قلت له حبيناك وتعلقنا بيك، وابتدى الكلام ياخد سكه شجن كده يعني. هو الراجل بيحبنا قوي، وشكر قوي 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 في المصريين، وكرم المصريين ونادي الزمالك وجمهور، خصوصا جمهور نادي الزمالك. حط تحت كلمه جمهور نادي الزمالك ده كابتن تامر 30,000 خط طبعا. وكان في كلمه كده ان مين عالم يمكن نرجع تاني. يعني اول كلام كان كده بس. ولقيته بيحضني وتقريبا حاسس ان انا عيني راح لسك الدموع وباش دماغي حضني. عارف اخوك بقى بيحضنك وكده. وبعدين ده بن شرقي يعني يعتبر عشره يعني. انت فاهم كويس قوي علاقتي بنادي الزمالك عامله ازاي طبعا، وبلعيبه نادي الزمالك عامله ازاي. فعشره واحد مننا اتحول بقى زينا. وبعدين يعني لما علاقته بالنادي بهذه الاحترافيه وهذه الشياكه، ده احنا لازم نقول له شكرا. بالظبط. الراجل بيلعب لاخر دقيقه في عقده. تمام. وما اهتمش الناس بتقول ايه او بتعمل ايه لذلك كان كويس قوي من جمهور الزمالك النهارده ان نادى عليه مرتين، مره قبل الماتش ومره بعد الماتش. بس ده كل الموضوع. ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يقدر يعوض يعني مركز اشرف بن شرقي بلاعبين. يعني انت عارف طبعا الزمالك ما بيقفش على حد ولا الاهلي بيقف. نادي الزمالك قادر على انه يعوض. قادر باذن الله. قصه عشره بس، قصه عشره يعني مش اكتر. عشره باذن الله. وان شاء الله هتتعمل له حفله محترمه تليق بيه وتليق بعطائه في نادي الزمالك. وعايز رساله منك
يا توبه لجمهور نادي الزمالك؟ جمهور نادي الزمالك اللي هو لوحده بعت لنفسه رساله النهارده يا كابتن تامر، دونا عن اي ماتش سابق جمهور الزمالك ندى على كل لعيبه الزمالك، جمهور الزمالك ندى على رؤى، جمهور الزمالك اللي هو يعني انت فاهم موقفه من بعض لعيبه الزمالك، ندى على رؤى، ندى يعني كله ما خلاش لعيبه لما ندى عليه. دي رساله جمهور نادي الزمالك بيبعت رساله يا توبه؟ بيبعت رساله، احنا معاكم، احنا وراكم، احنا واثقين فيكم وعارفين ان احنا في ظروف استثنائيه، اللي يمشي يمشي، اللي يمشي يمشي ايا كان اسمه، اللي يمشي يمشي وهيجي غيره. ونادي الزمالك مليان مواهب، وانت اكيد على مقربه من القطاع. احنا عندنا جواهر يا طبعا كابتن دامر، طبعا بس احنا ان انت كيف تدير الملف دوت، يعني ازاي تتعامل مع الشبل ده، مين يطلع اعاره، مين ياخد فرصه، مين يقعد، الموضوع كده، الموضوع يعني. وانا مطمن لوجود امير مرتضى تحديدا ان يقدر يدير الملف دوت. هو حتى الان ماشي بالمركب الحقيقه بمهاره. طبعا 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 طبعا. واحنا كان عندنا لعيبه، ده انت الثلاث اربع اولاد اللي طلعوا اللي الراجل طلعهم، انت حسيت دلوقتي ان بقى عندك مشكله تختار مين؟ صحيح. عكس الاول، يعني ماشي عكس الاول. اديك شايف حسام عبد المجيد النهارده عامل ازاي، محمد طارق ماشي بخطه ثابته، طبعا يوسف اسامه نبيه ويوسف جعفر يعني في غنى عن التعريف. ولسه الموضوع كبير، لسه الموضوع كبير. انا عايز اقول لك ان انا اول امبارح كنت في معسكر 2003، بقيت فرحان قوي بماجد هاني، يعني ماجد خف يعني تمثل للشفاء ولعب تقسيم امبارح. حاجه مش قادر اقول لك، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا نادي الزمالك مليان، نادي الزمالك مليان يا اولاد. تمام. محمد عبد التواب احد نجوم نادي الزمالك، بس على مستوى الاعلام بقى والسوشيال ميديا، ودلوقتي كمان التصوير الفوتوغرافي. بشكرك، ربنا يبارك فيك حبيبي. بشكرك حبيبي. شكرا جزيلا، وعلى وعد بلقاء قريب بمشيئة الله تعالى. مجموعة من التصريحات المهمة اللي قالها المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك أمير مرتضى منصور عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، بيطمن جمهور نادي الزمالك ان اشرف بن شرقي مكمل مع الزمالك لحد 30 اغسطس. كلام مهم جدا وتصريحات مهمة جدا على لسان المشرف العام على الكورة أمير مرتضى منصور في نادي الزمالك. وزيه زي أي محترف، أنا بدأت التفاوض معاه في شهر 11 وقدم جواب المستحقات بتاعته في شهر يناير. ولما سألناه أنت عملت كده ليه؟ قال لك أنا كنت خايف ما تكسبوش الانتخابات وما تكلمتش في حاجة خالص وقتها علشان ما تبقاش دعاية انتخابية. شرقي استلم في لعبة معاكسة في منتهى الروعة، يأتي الثالث. يا ابو جابر الله عليك يا ابو جابر. وعلى شنخة